عمرك تخيلت ايه اللي ممكن يحصل لو عريس وعروسة هما الاتنين عندهم ADHD في نفس الوقت واتجوزوا كمان؟ يا ترى بقى الجوازة دي هتخرب؟ البيت هيضرب بقى ويقلب والمشاكل بقى توصل للسماء والجيران يسمعونا والكلام ده، ولا هيكونوا من اسعد خلق الله واكتر كابل متفاهم في الدنيا كلها؟ لانه في شاب جميل ربنا يبارك له، رب بعت لي رسالة بيقول لي فيها: يا انس، انا شاب عندي ADHD ولسه كاتب كتابي، واكتشفت بالصدفة قدرا يعني ان مراتي هي كمان عندها ADHD. هل هيكون بينا احنا تفاهم؟ وازاي انا اتعامل معاها عشان يعني ما نخسرش بعض؟ في البداية طبعا الف مبروك يا عريس. وقبل ما افكك لك كده التركيبة دي، أنا بكلمك من واقع تجربتي طبعا وبحثي الطويل وقراءتي في تركيبة دماغنا إحنا ك ADHD، وطبعا تجارب الناس اللي حواليا، وأنا كمان متشخص ADHD وعندي ولادي متشخصين ADHD وكده، بس أنا مش دكتور. المهم دي معلومات كده إرشادية إن شاء الله تساعدك في الرحلة اللي هتعملها مع زوجتك الكريمة. خليني بقى أفكك لكم شكل العلاقة دي بالمنطق والعلم، لأن زواج اتنين عندهم ADHD ليه ميزة عظيمة جدا، لكن في فخ وتحدي خطير قوي قوي لازم ناخد بالنا منه من أول يوم. Let's start with the good news. نبدأ بالأخبار الحلوة، نبدأ الميزة العظيمة دي، وهي التفاهم الفطري، التفاهم الفطري العميق. لأن انتوا الاتنين تقريبا بتتكلموا نفس اللغة، يعني مخكم شغال بنفس السرعة بنفس الآلية. مصاب ال ADHD في حياته بره البيت بيعمل حاجة اسمها ماسكينج، مجهود جبار جدا جدا، اللي هو التقنع أو القناع. يعني بيفضل كده طول اليوم لابس كده ماسك الانسان الطبيعي، يحاول بقى ايه يركز غصب عنه وهو مش عايز يركز، يمسك ردود افعاله وهو عايز يندفع ويكون في رد فعل، يقيس كل حاجه بقى، يعني كل كلام بيقولها كده علشان المجتمع يشوف ان هو طبيعي. ده بيستنزف طبعا طاقه كبيره جدا مننا. اجمل حاجه بقى في جوازكم انكم لما تقفلوا عليكم باب واحد ان شاء الله، انتوا هتقلعوا الماسك ده خالص، انتوا الاتنين بقى تبقوا على طبيعتكم كده تماما، بدون احكام بقى وجلد ذات والكلام ده. يعني لما هي تنسى حاجه مثلا مهمه، او انت تسرح مثلا وانت بتكلمها، او تلاقي فجاه كده مثلا بتقطعوا بعض انتوا الاتنين في نص الكلام وتدخلوا في حاجات تانية، وافتكرتم حاجه في نص الكلام والتاني قطع ده وكده، يعني انتم اكتر ناس وانت وهي اكتر واحد وواحده في الدنيا هتبقوا فاهمين انه ده مش قله اهتمام ولا قله ادب ولا قله حب ولا قله احترام ولا استهتار والكلام ده كله. ده ADHD. والعكس صحيح طبعا في كل حاجه. اكيد طبعا العذر ده هيكون منك ومنها، انتوا الاثنين يعني هتعذروا بعض من الاخر كده. الناس العاديه اللي هي عندها ADHD ما تستحملش الكلام ده وبتعتبر الحاجات دي اهمال وعيب يعني. فانتوا الاثنين ان شاء الله هتتفقوا مع بعض كده، تبقوا عاملين زي ايه، اتنين كده كائنات فضائيه نزلوا على الارض واخيرا لقوا بعض وحضنتوا تو aliens يعني. من الاخر كده هتلاقوا نفسكم جدا هتفتحوا مع بعض يعني 50 موضوع في نفس الوقت وكده، تفكروا في حاجه فجاه وبعدين تفتكروا فكره تفكروا فيها تاني، وانتوا الاثنين فاهمين بقى ومبسوطين وكله تمام، زي تناغم كده بيخلق معاكم انتوا الاثنين. وده هيعمل على فكره مساحه تعاطف ورحمه بينكم جميله جدا مش طبيعيه يعني. واكيد في حاجات ايجابيه تانية كتير جدا اقدر اذكرها يعني، بس عشان ما اطولش قوي ندخل بقى ايه في الجد، هندخل في الفخ. طيب فين بقى الفخ او التحدي الحقيقي اللي ممكن يهد البيت ده؟ التحدي بيظهر في حاجتين اساسيتين تذكرتين اساسيتين، اسمها الوظائف التنفيذيه والحساسيه المفرطه للرفض، اللي هو الRST. يعني ايه بقى؟ تخيلوا بقى انه مثلا البيت عامل زي كده ايه، زي طياره، انتوا الاثنين طيارين ممتازين، بس انتوا الاثنين عندكم ADHD. فجاه انتوا الاثنين هتسيبوا القياده وتقعدوا بقى تتفرجوا على بعض بقى على المنظر من الشباك في الطيارة. مفيش حد بيسوق الطيارة يعني أو بيطير. فلو انتوا الاتنين بتنسوا مواعيد دفع الفواتير مثلا، بس فاتورة الكهرباء هتقطع عليكم لو انتم الاتنين عندكم مشكلة مثلا في الترتيب، البيت هيبقى يضرب يقلب، وفي جبل غسيل في كل مكان على كل كرسي، وغسيل ما بيخلص كده يعني. وبندفع دايما بقى يعني حاجة اسمها ضريبة ال ADHD أو يعني ADHD تاكس في موضوع الغرامات بقى والتأخير. حاجات كده بتضيع مننا احنا كناس عندنا ADHD، بننسى حاجات يعني عشان عندنا مشكلة في الذاكرة العاملة والworking memory. والأخطر بقى علميا بصراحة هو موضوع ال RSD، اللي هو rejection sensitive dysphoria، اللي هو الحساسية المفرطة أو الشديدة للرفض والنقد. مخ ال ADHD حساس جدا لموضوع النقد ده. فتخيل بقى لو انت نسيت مثلا طلب هي طلبته منك، هي
بسبب الار اس تي ممكن مخها يصور لها انك ما بتحبهاش، ممكن كمان ان انت بتكرهها او مش مهتم بيها لو يكون يعني كده بالراحه شويه، فتقوم هي بقى منفعله عليك انت، وانت كمان عندك ار اس تي، فالار اس تي بتاعك انت بقى يشتغل، فتحس انها هي مش مقدره تعبك وانها بتهاجمك، فتنفعل انت بقى، انت كمان تدخلوا بقى في دائره غضب كده وميلت داونز انتوا الاثنين في نفس اللحظه كده، شت داون انتوا الاثنين، ودي بقى كارثه طبعا في جواز يعني. طيب ازاي بقى نتعامل مع العلاقه دي ونخليها كده تنجح وانتوا الاثنين تنجوا من الفخاخ خطيرة دي؟ أنا هقول لكم على 3 خطوات عملية جدا. رقم 1، ارموا خالص أدوار دي اللي التقليدية بتاعت الجواز، وقسموا البيت بحاجة اسمها الدوبامين. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ال ADHD بيختلف من شخص للتاني، فبلاش تمشوا ورا كلام المجتمع إن الزوجة هي لازم كذا وزوج لازم، يعني الزوجة لازم تطبخ وزوج هو لازم يعمل كده. الكلام ده إحنا بنكره القصة دي. يمكن هي بتكره وقفة الطبخ وأنت بتكون شاطر وبتحب جدا الطبخ، يمكن هي بتحب تنظيم الحسابات والميزانيه وانت لا، يبقى خليها هي تمسك الميزانيه يا اخي. يعني لو انت بتحب الطبخ يعني ادخل اطبخ انت، لو الدوبامين موجود في ده يعني، واخد بالك؟ انسوا بقى موضوع المجتمع بيقول ايه. احنا دماغ الاي دي اتش دي انترست بيست مش امبورتنس بيست، احنا بنحب الحاجات اللي بنحبها بنهتم بيها مش الحاجات المهمة يعني. فاللي يقدر على حاجة واللي مخه بيستوعب حاجة يشيلها عن التاني ويغطي مكانه. يعني انتوا يا جماعة الخير يا حبايبي، انتوا فريق بيكمل بعضه، ده مهم جدا. رقم 2 بقى، الحاجة التانية العملية، اخلقوا نظام خاص خارجي لمخكم. بلاش تتوقعوا ان حياتكم دي هتمشي كده بالمسطرة والنية الطيبة الحلوة والبركة يعني، لا، استخدموا الادوات الخارجيه علشان تديروا البيت. اعملوا مثلا ايه اللي بيسموها شيرد كالندر، نتيجه يعني مشتركه في الموبايل، يعني انتوا الاثنين في نفس عندكم موبايلين كل واحد، يعني تعملوا شيرد كالندر عشان تشوفوا الكالندر بتاع بعض. ركبوا مثلا وايت بورد، انا عندي في البيت وايت بورد كبيره جدا كده مركبها على الحيطه، حطوا واحده صغيره على الثلاجه، انتوا لسه جداد، احنا عندنا 6 عيال وكلهم اي دي اتش دي، في وايت بورد كبيره عندنا، وتكتبوا عليها كده المهام او حتى على بوست نوتس كده بتاع الاصفر ده اللي بنكتب عليه، تعرفوا بقى ايه تعملوا امتى وفين وازاي في اي يوم. زي كده البرنامج القديم كان اسمه ايه، كان في ابلكيشن قديم كنت بستخدمه انا نسيت اسمه دلوقتي، لكن اللي في البروجكتس، يعني ان البروجكت ده في البدايه وبعدين دلوقتي في الوسط ووصل للنهايه ولسه مين عمل ومين ما عملش، وكل واحد بيقدر يدخل يشوف اللي موجود في نفس البروجكت، اسمه تريلو اظن. المهم اعملوا يعني استقطاع كده تلقائي للفواتير مثلا من البنك عشان ما تنسوش، ما تعتمدوش من الاخر كده على الذاكره ابدا ابدا، اعتمدوا على السيستم موجود. رقم 3، كلمة سر اللي هي كود وورد، يعني وقت الانهيار، لانه هيحصل انهيار، هو احنا كده، فاتفقوا على كلمة سر بينكم. لما حد فيكم يحس انه وصل خلاص بقى لمرحلة اللي بيسموها اوفر ستيميوليشن دي، او الاستثارة العصبية المفرطة، ومش قادر بقى يتكلم يتناقش، خلاص هينفجر يعني من الاخر كده، شت داون، هيقفل يفصل، قولوا بقى الكلمه دي، والتاني ينسحب فورا بدون نقاش وبدون ما ياخد الموضوع بشكل شخصي ويزعل بقى، لا، لحد ما التاني يهدى. اختاروا انتوا كلمه تعجبكم، يعني مش هقول لكم الكلمه السر بتاعتي. هنا بقى نيجي لاهم نقطه بالنسبه لي انا، واللمسه دي هي اللي هتخلي ان شاء الله بيتكم ده جنه. الامام احمد بن حنبل رحمه الله عليه كان بيقول مقوله عظيمه جدا، بيقول 19 حسن الخلق في التغافل. التغافل يعني انك تعديها تعمل نفسك مش واخد بالك. وفي حالة الاي دي اتش دي التغافل ده مش بس يعني حسن خلق، لا يا حبيبي، ده اكسجين العلاقة نفسها. لما يحصل تقصير، وهيحصل من حد فيكم بسبب اعراض الاي دي اتش دي، بلاش لوم قاسي جدا او شخصنة للموضوع. فبدل ما تقول لها مثلا انت ليه مهملة كده مثلا، او ليه بتهتميش بيا مثلا، قول لها ايه النظام اللي ممكن نعمله مع بعض عشان نسهل الموضوع ده وما ننساهوش مثلا تاني. يعني نتعامل ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى بنى الجواز ده يا حبايبي على المودة والرحمة والسكينة. والرحمة هنا على فكرة مش بس انك تطبطب عليها مثلا وهي تطبطب عليك، مثلا هي تيجي تعيط تقول معلش، لا، يعني الرحمة الحقيقية هي ان انت وهي ترحموا بعض، ضعفكم الفطري، هي ترحم التشتت بتاعك، نسيانك وكده يعني. فالرحمة هو انكم تدفعوا الضريبة دي، ضريبة الاي دي اتش دي، وانتم بتضحكوا مساندين لبعض ومبتسمين، مش ان انتم بتتخانقوا مع بعض زهقانين، لا. فالجوازه دي عموما يعني، عشان انا بطول، لو
فهمتوا نفسكم صح وبطلتم تحاسبوا بعض بقوانين ومسطرة الناس اللي ما عندهاش ADHD، هتكون ان شاء الله من انجح وادفى واجمل وامتع الجوازات اللي ممكن نشوفها او انتوا تشوفوها في حياة اي البشرية كلها. يرحمكم الله. معلش دي مرات انا بتاعتها شفت الرحمة قلت لها يرحمكم الله كده، انا نسيت بقى كل كلام كنت اقوله. يرحمكم الله. ربنا يسعدكم ويبارك فيكم ويبارك في بيتكم يا رب. ومعلش انا اكيد في كلام كتير بس الفيديو هيطول جدا وانا عندي كلام والله اقوله، لكن زي ما قلت يعني دي من تجربتي وسريعا كده. وطبعا مستني تجاربكم انتوا في الكومنتات، ويا ريت تشيروا الفيديو ده لاي كابل عندهم ADHD او حتى واحد فيهم بس هو اللي عنده ADHD عشان يفهموا تركيبة دماغ بعض وكتالوج دماغ بعض، وطبعا علشان يرحموا بعض. بحبكم في الله. انا اخوكم انس. نراكم في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.